وخلال زيارته النجف الأشرف اطلع فريق الجهد الخدمي الحكومي على سير الأعمال في حي النداء وطريق الحج البري الذي يواجه تحديات عدة. فريق الجهد الخدمي يتفقد مشاريع حي النداء في النجف الأشرف للمرة الثانية للإشراف على سير عمل الشركات المنفذة للبنى التحتية للحي. زيارتنا هذا اليوم لحي النداء في محافظة النجف للاطلاع على سير الأعمال لمد شبكة الماء التي يبلغ طولها 100 كيلومتر. هذه ضمن برنامج أعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي. وصلت نسب الإنجاز لهذه المنطقة 15%. مشروع المجاري سيكون ضمن التزامات المحافظة، ووجهنا أيضا رئيس الفريق المحلي بإعداد كشوفات للطرق كي تكون جاهزة بعد إكمال أعمال البناء التحتية. بعد ذلك تفقد الوفد الحكومي مشروع طريق الحج البري الذي يربط العراق بالمملكة العربية السعودية، كونه يواجه بعض التحديات من تعارضات أعمدة الكهرباء وتأخر بعض تخصيصاته المالية. يتكون من عدة مقاطع. المقطع الأول 6 كيلو اللي يربط ساحة المظفر بناحية النور، وأيضا يربط الطريق بناحية شبكة. الوزارة تعمل بصورة كبيرة جدا من أجل إنجازه. الآن عندنا تعارضات بالكهرباء، تعارضات بالماء، تعارضات بالمنشآت الموجودة. كلها هذه هي أصلا تجاوز. كمبنى في بداية المشروع بساحة المظفر، هذا أصلا المشروع هو كان طريق القديم، طريق المقالع، منشأ قبل فترة طويلة. وإذ ما أنجز هذا الطريق فإنه سيمثل شريان حياة بين البلدين، يسهم في نقل الحجاج والمعتمرين، ويشكل فرصا واعدة في تعزيز العلاقات والتبادل التجاري وصولا إلى تنمية اقتصادية مشتركة. لقناة العراقية الإخبارية منتظر الشريفي، النجف الأشرف.